قصتنا بتبدأ في ظلام الليل مع ضابط العمليات الخاصة لويس بيرك. لويس كان بيطارد مجرم خطير اسمه ساند مان، وبالصدفة في مجموعة بلطجية حاولوا يسرقوه، فخلص عليهم بضربتين أسرع من البرق وخلاهم يجروا زي الكلاب، لأنه معلم فنون قتالية محترف بالكونج فو. أول ما لويس دخل شقة المجرم اتفاجئ إن في سيدة مقتولة، فحس بالقلق وبدأ يفتش المكان بحذر شديد، لكنه لما فتح واحد من الابواب ساند مان غفله وهجم عليه بدون سابق انذار. في البداية لويس ما كانش عايز يقتله، لكنه اضطر يستخدم المسدس لان المجرم معاه سكينة حادة وخلص عليه تماما. بعد 16 شهر بنعرف ان لويس اترقى وبقى واحد من افضل الضباط في المدينة، ده غير ان كل زمايله بيحبوه. واول ما وصل مركز الشرطة اتفاجئ ان مجموعة عملاء FBI منتظرينه، وقالوا ليه انه ضابط قوي وملهوش حل، عشان كده هيدخلوه اخطر سجن في العالم على اساس انه مجرم، لان في شخص مجهول قتل 9 مساجين وظابط، ده غير انهم هيخلوا المحققة اماندا تساعده في مهمته. طبعا لويس اتصدم من طلبهم، لكنه وافق في النهاية وقال لاماندا تركز لان مهمتهم صعبة، فقالت له ما يقلقش ووعدته انها هتساعده وقت الحاجة. بالفعل الخطة اتنفذت ولويس اتنكر على شكل مجرم لدخول اخطر سجن في العالم عشان يبدأ التحقيق ويعرف مين اللي قتل ال9 مساجين والظابط، لكنه اتفاجئ ان مدير السجن والحراس اندال وبيعاملوا المساجين بقلة احترام، فعرف ان مهمته هتكون صعبة. بعد ما لويس انهى كلام مع المدير عمل الكشف الطبي عشان يتأكد انه بصحة كويسة، والدكتور اتعجب لان فصيلة دمه نادرة جدا، ده غير انه قابل السجين هوكنز واخد منه رقمه الخاص وانطلق مع الحارس عشان يروح زنزانته. اول ما لويس دخل الزنزانة اتفاجئ بتوم بلطجي وطلب من لويس $500 عشان يسيبه في حاله وهدده بالسلاح، لكن لويس مسكه ظبطه وقال له لو ما احترمتش نفسك همسح بيك الارض، فتوم خاف منه وسمع الكلام. بعد فترة قصيرة كل المساجين انطلقوا للغدا، ولما لويس كان بياخد الاكل اتفاجئ ان في مجرم مكسيكي بدأ يهدد هوكنز عشان يسرق فلوسه، فلويس قاتل المكسيكي ودافع عن هوكنز لانه ساعده قبل كده. طبعا المكسيكي اتعصب ونادى على عصابته لقتال لويس، بس فجأة مدير السجن والحراس ظهروا. مدير السجن امر المكسيكي يسكت ويبطل كلام، بعد كده قال للويس انه لازم يفضل في حاله وما يدخلش في قتال مع اي حد والا هيضطر انه يمسكه يطحنه. بعد كده اخد الحراس ومشي. في النهاية لويس راح ياكل مع هوكنز واصحابه، فهوكنز قال له مالكش دعوة بيا لان مش محتاجك للدفاع عني، عشان كده لويس انطلق للاكل مع مساجين تانيين، وبالصدفة عرف انهم قتلوا متسلسلين دمهم بارد وممكن يكون ليهم دخل بال9 مساجين والظابط اللي اتقتلوا. بالليل لويس حاول يسأل توم عن جرائم القتل اللي حصلت في السجن، فتوم قال له يخليه في حاله وما يتكلمش والا الحراس ممكن يغدروا بيه بدون ما يحس. تاني يوم اماندا اقنعت الحراس انها مرات لويس ودخلت عشان تزوره، بعد كده سألته هو محتاج ايه، فلويس عرفها بكل المعلومات اللي وصل لها وطلب منها مبلغ مالي لانه محتاج فلوس عشان يتعامل داخل السجن. اول ما زيارة اماندا انتهت لويس راح للشغل، ولما كان بيمسح الارض لوحده فجأة المكسيكي رجع من جديد وكان معاه صاحبه عشان يخلصوا على لويس، فلويس بدأ في قتالهم، ومن اول المعركة كسر الممسحة اللي كان بيشتغل بيها واتصدى لصاحب المكسيكي لانه كان معاه سلاسل تقيلة جدا، لحد ما انتصر بصعوبة على المكسيكي ولبس صاحبه في الغسالة. بعد القتال بنعرف ان لويس وصلته فلوس كتير من اماندا، فانطلق لهوكنز وعرض عليه مبلغ مالي كبير عشان يعطيه معلومات عن المساجين والظابط اللي اتقتلوا، فهوكنز قال له يخلي باله لان الشخص الوحيد اللي يعرف الحقيقة هو مدير السجن، ولو لويس اتدخل في شؤونه ممكن الحراس يخلصوا عليه،
للأسف لويس حس باليأس لأنه مش عارف يوصل للمجرم اللي قتل المساجين والظابط، بس من حسن الحظ توم ساعده لأنه بقى صديقه ووداها عشان يقابل بروس واحد من أقدم المجرمين في السجن، وقال للويس إنه لازم يفتش المستشفى لأن جثث الضحايا موجودة هناك. فلويس استغل إنه شغال عامل نظافة ومسح أرضية مستشفى السجن، لكنه اتفاجئ إن في براميل حمراء مليانة دم، بس الدكتور كذب وقال إنه دواء لونه أحمر. طبعا لويس عرف إن في مؤامرة كبيرة بتحصل، عشان كده هدد الممرض وأجبره إنه يساعده في دخول مخزن مستشفى السجن وإلا هيخلص عليه. بعد كده اتصل على أماندا وقال لها إنه ممكن يتقتل في أي لحظة بسبب تحقيقه بالقضية المرعبة دي، ولازم أماندا تبلغ ال FBI بخطورة الموقف عشان يحموا حياته. بالليل هوكنز اتظاهر إنه بيوصل الملابس للمغسلة عشان يخدع الحارس، وهنا بنعرف إن لويس استغل الفرصة ودخل المكتب اللي متسجل فيه كل معلومات المساجين. بعد كده اكتشف إن الناس اللي ماتوا عندهم فصيلة دم نادرة جدا، ولما لويس كان بيفتش المكان جرح نفسه بالغلط، عشان كده الحارس سمع صوته وبدأ يبحث عنه. فلويس اتشعلق بالسقف واستخبى، بس جرحه نقط دم، وهنا هوكنز الجدع غطى الدم بكوباية عشان يشتت تركيز الحارس ويحمي لويس من الخطر. بعد ما لويس شاف الأوراق بلغ أماندا بكل حاجة، فأماندا خلت أخوها الهاكر يخترق كمبيوتر السجن لأن المدير والحراس مخبيين سر رهيب ممكن يوديهم في مصيبة. وبعد فترة الهاكر اكتشف إن كل المساجين اللي ماتوا جثثهم اختفت ومبقاش ليهم أثر، معنى كده إن مدير السجن وحراسه بيقتلوهم في السر وبيبيعوا دمهم وأعضائهم بمبالغ مالية رهيبة. فأماندا بلغت لويس وحذرته لأن فصيلة دمه نادرة، معنى كده إن الحراس والمجرمين ممكن يقتلوه في أي وقت عشان يبيعوا دمه وأعضائه. بالفعل أماندا كانت على حق، وفي 2 قتلة دخلوا زنزانة لويس وخلصوا على توم، لكن لويس فاجئهم فالمجرمين هربوا. ولما الحراس وصلوا افتكروا إن لويس هو اللي قتل توم، ومدير السجن أخده للحبس الانفرادي وقال إنه هيحجزه لمدة شهر عشان يتعلم الأدب. أما الممرض اللي ساعد لويس في شخص مجهول غرق غرفته بالبنزين وولع فيه بسبب أفعاله. بعد انتهاء مدة حجز لويس أماندا حضرت عشان تزوره، فلويس قال لها تبلغ ال FBI بكل اللي حصل لأن حياته في خطر ولازم يخرج من السجن بأي شكل. في الوقت ده هوكنز وبروس قالوا انهم لازم يساعدوا لويس يوصل للحقيقة، عشان كده عملوا انفجار كبير بالسجن من اجل تشتيت الحراس. ولويس استغل الفرصة وقدر انه يوصل للمكان اللي بيتخزن فيه دم الضحايا واعضائهم. بالليل في مجرم خطير دخل السجن، فالكل انتظروه عشان يعرفوا هو مين، وهنا كانت المفاجأة. المجرم ده كان ساندمان، وبنعرف انه ما ماتش لما لويس حاول يقتله. طبعا دي مصيبة لان ساندمان يعرف ان لويس ظابط، عشان كده سلط عليه مجموعة مساجين وعلقوا بالسلاسل. بعد كده عذبه بالسكينة وقال انه نجا من الموت عشان يرجع للانتقام، لكنه رفض يخلص على لويس لانه هيقع في مشاكل كبيرة بسبب ال FBI، ووعده انه هيعذبه وهيحول حياته الجحيم. بعد فترة قصيرة الحراس لقوا ان لويس مصاب ورجعوه لزنزانته من جديد، لكن كل المساجين انقلبوا عليه وكانوا عايزين يقتلوه لانهم عرفوا انه ظابط متخفي. حتى هوكنز قال للويس انه مش هيقدر يتعامل معاه تاني لانه خدعه ومعرفوش انه ظابط، فلويس اترجاه يساعده لكن بدون فايدة. في الوقت ده أماندا انطلقت عشان تقابل رئيس ال FBI وطلبت تتكلم معاه على انفراد. بعد كده حكت له كل حاجة بالتفصيل، ده غير ان اخوها الهاكر اتصل عليها وبلغها بمعلومات سرية، فرئيس ال FBI فصل التليفون فجأة. وهنا بنعرف ان هو اللي مشغل مدير السجن والحراس عشان يقتلوا المساجين ويبيعوا اعضائهم لانهم مجرمين ملهمش لازمة وممكن يكسب من وراهم فلوس كتير. بعد كده هدد أماندا بالسلاح وكان هيقتلها، بس من حسن الحظ زوجته دخلت الغرفة، فأماندا قالت له يعرف مراته النقاط الحقير وهربت من المكان بأسرع وقت. اما لويس اتعذب والمساجين فضلوا يرموه بالزبالة، وكمان في حارس حضر عشان يهزقه، فلويس استغل الفرصة وشغل الراديو اللي كان موصل اسلاكه بالقضبان الحديدية عشان يكهرب الحارس، وهرب باستخدام المفاتيح.
وهنا بنعرف ان ساند مان اطلق سراح المجرمين من الزنزانات عشان يخلصوا على لويس، وفضل يضحك زي المجنون. في البداية المجرمين طردوا لويس باقصى سرعتهم، بس فجأة مدير السجن واتباعه حضروا وقفلوا عليهم الابواب. بعد كده اخدوا لويس وقالوا ليه انت سببت لنا مشاكل كبيرة وجه الوقت عشان نخلص عليك. بس قبل ما مدير السجن ينهي حياته، هوكنز وبروس ظهروا وانقذوه على اخر لحظة، فلويس استخدم مهاراته الخرافية بالفنون القتالية. بعد كده هو وبروس وهوكنز هربوا لحد ما استخبوا في مخزن السجن. بس فجأة مجرم خطير كسر الابواب وكان معاه دمبل حديدي تقيل جدا، حاول يقتل لويس بيه، لكن لويس استجمع قوته وقدر انه يسيطر على خصمه لحد ما انهى عليه تماما. بعد كده لويس وهوكنز وبروس شقوا طريقهم وسط السجن وتفادوا كاميرات المراقبة، لكنهم اول ما لمحوا باقي المساجين استخبوا في الاسانسير عشان ينجوا بحياتهم. اما الدكتور اللي كان بيسرق اعضاء الضحايا اتحاصر من كل اتجاه والمجرمين انتقموا منه على افعاله. في الوقت ده واحد من الحراس قدر يصيب هوكنز بالنار، فبروس اضطر انه يسنده لحد ما هو ولويس وصلوا مكان امن. وهنا هوكنز قال انه مش هيقدر يتحرك ولازم يكملوا من غيره، فلويس وعده انه هيرجع له من جديد، وبروس قرر يروح مع لويس عشان يحميه. اما مدير السجن حضر وبدأ يدور على هوكنز، ده غير انه تتبع نقط الدم عشان يوصل له، بس من حسن الحظ بروس انقذه على اخر لحظة. بعد كده انطلق مع لويس عشان يساعده في الهروب من السجن لانه يعرف كل الطرق السرية. اول ما بروس ولويس قربوا يهربوا اخيرا اتفاجئوا بساند مان اللي ظهر ووجه لبروس ضربة في بطنه بالفأس انهت عليه تماما، فلويس حس بالغضب على صديقه العزيز وقرر انه لازم ينتقم من ساند مان المجنون. في البداية لويس فتش المكان كله عشان يوصل لساند مان لانه استخبى وما كانش لاقيه، ده غير ان ساند مان فضل ينادي عليه من مكان مجهول وحاول يعصبه اكتر من مرة. ولما لويس اتسلق لاعلى المبنى ساند مان فاجئه ورمى مفتاح حديدي في وشه، بعد كده هجم عليه بالمفتاح الحديدي وحاول يقتله، لكن من حسن الحظ لويس قدر انه يطير المفتاح من ايده ورجع القتال من جديد. فساند مان الندل غفله واختفى للمرة التانية لانه عارف ان لويس مقاتل قوي ولازم يستخدم الخداع لهزيمته، عشان كده انتظر في هدوء لحد ما قرب للمفرمة وشغلها للقضاء عليه. طبعا لويس اتصدم وكان بينه وما بين المفرمة سنتيمترات بسيطة، لكنه قدر يهرب على اخر لحظة وحاول ينهي ساند مان بس بدون فايدة، وساند مان وقعه على الارض، ده غير ان كل المساجين مالوا المنطقة وفضلوا يشجعوا ساند مان عشان يقضي على لويس لانه ظابط. للأسف لويس كتفه اتكسر بسبب وقعته، وساند مان استخدم لمبة مكسورة عشان يشرح جسمه ويصيبه بشدة، فلويس استجمع قوته وقاتل بكل ما عنده لحد آخر نفس، لكن بدون فايدة لأن ساند مان قوة احتماله رهيبة. وفي النهاية ساند مان فتح الفرن وقرر يرمي لويس فيه، بس لويس غفله برجل على الطاير وادخله الفرن. طبعا كل المساجين اتفاجئوا وافتكروا ان لويس انتصر، لكن ساند مان المجنون خرج من النار ولا كأن حاجة حصلت، وقال للويس انه مش هيهدى الا لما يخلص عليه، فلويس وجه له ضربة مميتة لبسته في مسمار حديدي، ومع ذلك ساند مان فضل يتكلم، بس المرة دي لويس انهى عليه تماما وتأكد انه مات. بعد القتال كل المساجين فضلوا ساكتين ومفيش حد منهم قرب من لويس لانه انتصر على ساند مان في قتال عادل ويستحق احترامهم. اما اماندا كلمت البوليس عشان ينقذوا لويس، واول ما شافته اكتشفت انه انقذ صديقه هوكنز ونقله المستشفى. وده كان ملخص الفيلم، اشترك عشان يوصلك كل جديد واشوفكم على خير.